كنا بخيرية أنفا عين الشق بالبيضاء دار البنات اللي كتواجد بها الأخبار تيفي. غادي تعرفكم على زواج بنات الخيرية، مراسم الزواج اللي كتقوم بها المؤسسة الخيرية واللي كتبع جميع المراحل من البحث عن وضعية العريس إلى إعداد الزفاف. بالنسبه للزواج كيجيو الناس من برا، من الناس اللي لاباس عليهم، الناس ديال المجتمع معروفين كيجيو انهم يخطبوا البنات. هاد البنت هذه كاين جوج حالات، كاين البنت مثلا اللي كيقرا مع واحد الولد في المدرسه بغات تزوج به، هي كتجيبوا لينا، يعني هنا ما كيكونش عندنا حنا اعتراض عليها. بالنسبه لواحد كيجي باغي يتزوج من المؤسسه، خصنا نعرفوا الظروف اللي خلاتو انه يجي لهاد المؤسسه، علاش بالضبط اختار بنت الجمعيه باش يتزوج بها، زعما واش ما حيت ما عندها حتى حد اولا حيت هو باغي يدير فيها الاجر اولا، يعني خصنا نعرفوا الظروف. يعني هنا كيكون بحث اجتماعي معمق مع داك الراجل، تنقوم حنا ببحث اجتماعي، كاين لاسيستونط سوسيال، كاين السيده الحارسه العامه اللي كدير هذا البحث الاجتماعي، وكنشوفوا الموافقه ديال البنت. حنا ما كنهبطوش البنات نقول لها اختار هذه اختار هذه اختار هذه، ديجا البنت كتقول لك عافاك كاين شي واحد انا باغا نتزوج، يعني ديجا هي كتكون كتريكلامي بان راه هي راه باغا تتزوج. من شروط الزواج خص يكون القبول، ملي كيكون القبول حنا كنخرجوا كنديروا لونكيط، يعني كيكون القايد كيكون المقدم ديال داك الحي ديالو اللي كيكون ساكن فيه، مثلا حي محمدي ولا المدينه ولا شي حاجه، يعني كناخذوا معلومات، كنشوفوا مثلا المهنه ديالو شنو هي، واش غيقدر لهاد البنت يوفر ليها السكن لائق، واش غتقدر انها تعيش معاه مزيان، واش غيقدر انه يعيشها مزيان، واش يقدر يوفر لها ظروف ديال الحياه العيش الكريمه. ومن بعد ملي كتكون الموافقه وكيكمل كلشي كندخلوا في مراحل ديال العرس، مراحل التجهيز ديال العروس، يعني كنديروا ليله الجمعه كتكون فيها ليله الحنه، كاين عندنا الاخوات خاصين بليله الحنه اللي كيجيو كيوجدوا العماريه ليله الحنه. حنا كنقوموا بهذا الشيء، حنا كنتواصلوا مع المحسنين، حنا اللي كنديروا كلشي، يعني حنا كنعيطوا الاخوات كيديروا لهم ليله الحنه، المحسنات اللي كنعرفوا تيكون التجهيز، كيكونوا هدايا، المؤسسه كتوفر البنت مثلا كتعطيها بيت النعاس، كتعطيها الحوايج من هنايا، كنعطيوهم الاواني، يعني تقريبا كنجهزوا من غير الصدق ديال البنت كنجهزوا العرس. من 2005 حتى 2017 تزوجت 80 بنت، 78 حاله كلها ناجحه، عندي باقي عندي التواصل معهم، كلشي الزواج ديالهم ناجح، اللي باستثناء جوج حالات اللي ما نجحش الزواج ديالهم. بالنسبه للعرسان اللي كيجونا، ملي كنشوفوا العمل ديالهم والسكن، خصهم ضروري يكون عنده عمل وسكن باش كيوفر للبنت ديالنا العيش الكريم. حيت حنا في المؤسسه هنايا عندها جميع الشروط ديال الحياه او مستلزمات الحياه عندها متوفره. ايضا كاين المستوى الثقافي ولا عالي، عندنا بنات هنايا عندهم الماستر، عندنا مستوى الجامعه، عندنا المعاهد العليا، يعني عندنا مستويات هذا. وملي كيكون مستوى طالع اكيد كتكون كتفرض شروط في هذا العريس اللي غادي تقبل. السيدة جميلة هي حارسة عامة بالمؤسسة الخيرية واللي ساهمت في زواج 200 بنت واللي فشلوا في زواجهم 2 فقط. هذا كيبين الدور الكبير اللي كتقوم به المؤسسة من أجل إنجاح الزواج. الحراسة العامة كنت ديما أنا في الإدارة، وجوجت ماشي ما نقولش لك جوجت شي تقريبا شي 200 بنت من نهار اللي دخلت لهنايا في الخيرية القديمة حتى لهنا الحالية، وما عمر شي جواز زعما ما إلا هاد الحالات جوج. دابا بحال هادي اللي جات دابا تلاقيتو معاها لقيتو الأم جات، أنا ما كنستقبلش الأم، الا استقبلتها كنقول لها غير كتطلب مني اشنو كخصني ندير، ولكن ما يمكنليش ندوي في الزواج الا ما شفت الولد. هذيك البنيته دخلت صغيره بنت 6 سنين هنايا، كبرات تبارك الله ولات في الاعدادي. ملي جا هاد المدير المؤسسه ديالنا بقات كتقول لي بابا بابا بابا، كتقرا غنمشي نقول لبابا. هذه مشات المسائل شويه دار انتباه عليها بنادم باش ياخذها لولده، عيط لي قال لي واش كاين قلت لي ما كاين حتى مشكل، قال لي انا غناخذ، ما كاين حتى مشكل. هي ديك خداها، عيط عندها عائلتها، تفاهم دوينا مع عائلتها وداك الشيء، قالت ما كاين حتى مشكل. خدا البنيته، وقفنا نيت معاه، صوب الورقات صوب المسائل ديالو، قالت كلشي داب قانونيا ديالو كامله، تبارك الله ما تكون كل بنت. بفضل المؤسسة كيساهموا أيضا المحسنين في إقامة حفل الزفاف من خلال تجهيزات وكل المستلزمات اللي كيطلبها الدهاز. اعراس هنا كيكون مختلط، وكنديروا ليله الحنه هو نهار الجمعه في العشيه، هنا كنديروا الحنه للعروسه والعروسه ليله الحنه كيكون غير العريس بوحدو، لان كيكونوا الاخوات
ليه كيكون العرس؟ الغد ليه كنديروا العرس للبنات هنايا. هاد الخيريه اللي كنتواجدوا فيها الان اغلب النازلات تزوجوا على يد المؤسسه الخيريه، و90% السوء اسر وعائلات ناجحه.